السلام عليكم اخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي بغينا نتكلموا على واحد القضيه عفوا واحد القضيه ديال الجمهور اللي ولينا كنلاحظوه في الملعب الجديد في مدينه الرباط. حنا بغينا صراحه الجمهور يكون زوين ونقي، هاد شي حاجه مزيانه، ولكن بغينا جمهور اللي كيعمل واحد الضغط على الخصم، واحد الجمهور اللي كيخلي الحماس. حنا راه كاين اللي كيقول لك لا راه اللي عنده فريق راه ضروري خاصو يكون واعر، هذه حاجة ما خصهاش نقاش. ولكن الجمهور راه كيلعب واحد الدور كبير مع اللاعبين. اللاعب فاش كيدير واحد لاكسيون، فاش كيدير واحد الطاكل وكتشجعو وكتصفق عليه، راه كيزيد كيتحمس. فهمتي؟ آه يعني الدور ديال الجمهور راه مهم بزاف. راك انت كانسان راه غير ملي كدير مثلا غير في القرايه، منين اذا يعني ملي كتكون كتقرا كيشجعك الاستاذ، راه كتحس بواحد الحاجه وكتبغي تعطي اكثر. وما ادراك انك في الملعب وواحد الجمهور بواحد العدد كبير، وكلشي كيتفق على واحد اللحظه مثلا، ولا واحد اللقطه دايرها واحد اللاعب، وكلشي صفق عليه وكلشي يشجعه، راه داك اللاعب راه كيزيد كيتحمس اكثر. وابار يعني حتى الجو كيكون زوين، ما كيجيش داك النعاس حتى اللعابه كينسى راسو بلي راه عليه واحد الضغط. ولا ملي كيكون واحد الضغط راه كيتحمسوا اللعابه. هذا الشيء اللي خاصو يكون دابا عند الجمهور اللي كيجي كيشجع المنتخب المغربي. راه الجمهور راه كيعطي واحد الحماس كبير. راه بالتجربه ديالي نقول لكم، راه فاش كنكون في الملعب انا، راه ملي كيكون الجمهور داير واحد الضغط وداير الدور ديالو مزيان، راه كيكون الماتش حاجه اخرى، كيكون عنده واحد الحلاوه اخرى. اما الجمهور كتجي وكتجلس، هذا ما بقاش كره صراحه. لان الحلاوه ديال الكره راه هي التفاعلات ديال الجمهور مع اي لقطه، مع اي هجمه، مع اي حاجه زوينه ولا حاجه خايبه كاع، حتى على الضغط على الحكام على كل شيء. هذه هي الكره، تما فين كتحس بالحماس في التيران. كنتمناو من الجمهور اللي غادي يمشي يشجع المنتخب المغربي يدير هذا الشيء هذا. اللي بغى تصاور ولا شي حاجه، من حقك تدخل بكري تصور. انا عارفين الناس كيدخلوا اول مره مثلا التيران كيعجبهم حاجه زوينه اي صور قبل، ولكن في الوقيته ديال التفراج ما بين الشوطين تصور. ولكن راه في اللحظه اللي يكون فيها الماتش راه خاصك تشجع، خاصك باش راه انت غادي تعيش تعيش الجو ديال بصح ديال التيران. وكيف شفتوا الجمهور في كاس العالم ولا في كاس العرب هذا اللي في قطر، النوع ديال الجمهور المغربي الحقيقي، راه الجمهور المغربي معروف يعني بالضغط. معروفين الجماهير المغربية واعرين، كيف كتشوفوا لا الرجاء لا الوداد لا الفار، يعني جميع الفرق عندها جمهور اللي واعر وكيشجع. ولينا كنجيو في المنتخب المغربي وكنوحلو. وكيف كنشوفوا دابا كيوقع العكس من اللاعبين في قطر. راه شفتوا الجمهور شنو دار في كاس العرب. راه كان واحد السند كبير للمنتخب، يعني تا هو عندهم واحد الدور باش توجنا باللقب. ولكن اللي كتلاحظ هو ان الجمهور اللي كان في التيران اكثريه شباب، وكل شيء بحماس وكل شيء داير الضغط، وكل شيء يعني قائم بالدور ديالو. لا في كاس العالم في 2022، لا في كاس العالم في روسيا في 2018. يعني كان الجمهور المغربي ديما البصمه ديالو كاينه ما بين كيدي زعما ما بين احسن الجماهير ديال المنتخبات اللي كتكون متواجده. على العكس اللي ولينا كنشوفوا دابا هنايا في الرباط، الجمهور كيجي كيجلس، ما كتحسش بواحد الحماس، ما حتى المنتخب كيحس براسو مبرد اللعب. نتمنوا التوفيق ان شاء الله. يعني الفريق ديالنا وحتى الجمهور كنتمنوا ليه التوفيق ان شاء الله، ويتحمس حتى هو ويدير الضغط ديالو ويلعب الدور ديالو في الملعب. اخوان كنشكركم، وما كرهناش ديروا شي ابوني وجيم الفيديو الى عجبكم.